البيتزا البيتي دي نعمل عنها حلقات. اجمل حاجه اجمل من بتاعت بره طبعا. طبعا البيتزا البيتي دي انتهاك لحقوق البيتزا في العالم. لا غلط، اولا دي والله. اجمل من اي بيتزا. هي اولا تصنف من الاخشاب. انت بتحبها جدا، دي بتحبها كيكه، جدا. انتوا بتعملوها كيكه مش بيتزا. تبقى انا بعملهاش كيكه عامه. افصاك زي بتاع الكحك. ما بعملهاش كيكه. ينفعش تتعمل ميديوم او سمول، هي بتتعمل فدان. بيحطوا كاتشب. ايوه يا اخي ممكن تجري على الصينيه تقطعها كده تجري مشوار. بس بتحبها ولا لا؟ ممتاز جميله، بحبها من ايدك ومن ايدك طبعا. طبعا. اولا ما بعملهاش كيكه وبعملها كراست، تبقى فعلا كراست بيتزا. عملت امتى اخر مره عملتيها؟ لازم واحنا بناكل اول قطه انا اخر فرشه يبقى في حلفان تقول لك ايه والله احلى. عشان عملتها اخر مره كان امتى؟ ما كنتش انت قاعد معانا. كان اخر مره امتى؟ ما كنتش قاعد معانا. طبعا تحفه تحفه. انا اخر مره طبعاً. كلتها كانت كيكه. كيكه ايه بقى؟ والله ما مني. يحيى ومامته طول عمرهم بيحبوا يلعبوا مع بعض وشايفين نفسهم أشطر ناس في كل التحديات، فقرروا يعزموا عائلات تانيين ويتنافسوا على لقب أشطر عيلة في مسابقة للمعلومات العامة في كل المواضيع. أهلا بيكم في تحدي بيتي. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج تحدي بيتي. انا اتش وهكون الهوست معاكم النهارده في الحلقه، وحابب اقدمكم بشكل خاص. الكاريزما مش معقوله، خفه دم درجه اولى، عسل زي البسموله. رحبوا معايا بمحمد مولا. انا عرفتها، ما كنتش عارف لحد بسموله. لا انا مش فارق لي القافيه، بس اتش صوته كان فعلا بقى صوتك قوي. كلنا مستنيين في الاستوديو متجمعين، واخيرا وصلت طنط شيرين. الله اكبر الله اكبر يا رب العالمين. يلي قلبك باللورة وحبك شوربة بورق اللورة. الله اكبر. رحبوا معايا بطنط مروة. انت عارف ميزته ان هو برده ما بيروحش الحاجه السهله. شعره لافف قوي. وبعدين يحيى الصادي. انا ممكن نرتجل قصيده عادي. انسى الحاضر انسى الماضي، لو كلمتك انا مش فاضي، حي معانا يحيى الصادي. الله. ودي قابله للتلحين برضه، يعني هي ممكن تبقى تتغنى برضه. لو كلمتك انا مش فاضي، حي معايا يحيى الصادي. ده كتير يا جماعه. اللحظه التي رفض فيها كلاين بيتي الحمله الاعلانيه. ضيف منطق وانا ضيف منطق. خد حبيبي. انا اللي احط لك يا حاجه. انت اللي هتحط لي؟ بيتي بيتكم على فكره. انت من انت تسلم اللي ايديك هتحط. تسلم ايديك، ولا كانها شلالات نياجرا دي. اين تقع شلالات نياجرا؟ في كندا يا ريس. طنط شيرين، احنا ما نقدرش نفوت فرصة ان احنا معانا مذيعة محترفة أيوة. ان هي تقدم لنا البرنامج، بغض النظر عن اللي عملناه انا ومولا دلوقتي. فكنت حابب اسمع تقديمة البرنامج باللغة الفرنسية، بما ان معانا اتنين دلعاء بالفعل. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Le Caire. Et aujourd'hui, on a une petite compétence. Et j'ai mon invité ce soir, c'est Marwa. C'est une amie qui est venue spécialement pour faire avec nous et pour assister avec nous à ces compétences. يحيى، مش هتكشف لنا عن مواضيع النهارده؟ احب جدا اكشف مواضيع النهارده. هستاذنكم بس ثانيه واحده. اتفضل يا طبعا. انا حاسس ممكن تعلموا محمد اي كلمتين فرنساوي قبل ما ارجع. كل نكهة من نكهات عصير بيتي بتمثل واحد من المواضيع اللي هيتسألوا فيها، وأي سؤال محتاجين فيه مساعدة يقدروا يطلبوا مني عشان أنا هوست طيب. نبدا بالبرتقال، ثقافه عامه، المانجا، حيوانات، التفاح، رياضه، الجوافه، تاريخ، الكوكتيل، افلام، الاناناس، علوم. هنبدأ بفقرة كوكتيل المعرفة. هسألهم أسئلة بأشكال مختلفة أختبر فيها معلوماتهم وشطارتهم. اقعد على ترابيزه عليها طنط مروه وعليها امي، انا حاسس ان انا في احلى مكان في العالم، سواء كسبت او خسرت. واول كاتيجوري هنسال فيه الحيوانات، وهي طعم الجوافه. جوافه والمانجا. مانجا ولا مع الورق بتتغير. هو عشان كوكتيل. السؤال الاول لتيم يايا، اذكر 4 حيوانات تعيش في الصحراء. الجمل، ثعلب، ثعلب، طبعا الثعبان، العقرب، العقرب، في عندنا الضب او الضب اللي هو زي البورصه. معلوماتهم خطيره. اجابه صحيحه، هايل. النظام الغذائي كله. السؤال الثاني لتيم مولا، اذكر 5 حيوانات تتغذى على النباتات فقط. ياه سهله. البهايم. يا ابني. طب الفيل. تمام، برافو. الجد.
الجدي. المندي. مندي ايه يا بابا؟ ده المندي ده بنطبخه. في واحد كده بيحب ياكل الجزر قوي. ماشي، لا بس انا اقول لك الارنب، اللاما، الجمل، الحصان، الحمار، رفعت الجلسه. اجابه صحيحه. طنط مروه، نعم. هل يحيى عمره جرب ان هو في تجمع عائلي كده قالوا له يلا يا يحيى قول لنا لاين؟ يعني لا وإحنا كان يحب يقول لاين او حاجه غريبه كان في التليفون. ماما كنت مره قلت لي على مثل كده، قلت له ايه يا حبيبي؟ قال مش عارفه ايه منقي، مش قلت له اديله منقي خيار، بس ما طلعش الحمد لله. بس ما عملوش. خلاص. لا ما انا فهمت معناه، ما كنتش عارف. بس هي كانت بتقولها لي، كانت بتقول لي ده انا هديك من المنقي يا خيار. انت كده بتعمل لك طبق شكرا يا سلطه. ماما، ده ايه الجمال ده؟ كلنا ادينا كلنا نقينا الخيار وادينا. لا كلنا عملناه ولا ما عملناش؟ لا والله نقينا الخيار كويس قوي واديناه. ده بالظبط. جيت اعمله لاين اكتشفت انه مش حاجه كويسه وزي ما يحيى قال لنا ان اسئله الرياضه هي طعم التفاح، فهنسال اسئله عن الرياضه. اول خدي بقى سؤال الرياضة. لتيم يحيى، اذكر 4 لاعبات مشهورات في مجال الرياضه، مصريين او اجانب. السباحه العالميه رانيا ايه؟ علواني. ايوه رانيا أيوة. علواني. ده دي عندنا يا جماعه. عندنا بقى عندنا. عندنا. وفي رافعه الاثقال ساره. الحاجات الصعبه دي ما تاخد أيوة. سكواش تاني. ايوه الشربيني، نور الشربيني. طب والله ده لينا يا جدعان. شربيني. انا عارف لعيبه كوره، يعني عارف سميث وعارف برينز. نوران جوهر برضو سكواش. يا جدعان انت والله ده عندنا احنا كده. ايوه عندك مثلا في الباسكت بول عندك نادين السلعاوي. طبعا طبعا. السؤال لتيم مولا، اذكر 6 لاعبين مصريين. ده ايه العطش ده؟ انت صايم ولا ايه؟ ثانيه واحده، اللي هو كلاينت معدي هعمل نفسي مش واخد بالي. ايه ده؟ مش معقول. تيم مولا وطنط شيرين، اذكر 6 لاعبين مصريين لعبوا في بطولات كاس الامم منتخب مصر. اذكر 6 لاعبين ده لعبوا. كلام فارغ يا جدعان. احمد حسن، عمرو زكي، محمد صلاح. محمد صلاح، صح. مرموش، النني، زيدان الصغير، حسن شحاته زمان قوي. اجابه صحيحه. تصفيق يا جماعه، تصفيق. استنوا ما تنسوش تطلبوا نكهاتكم المفضله من عصير بيتي وانتوا بتتفرجوا من على طلبات. هتلاقوا اللينك تحت الفيديو في الديسكريبشن. طنط شيرين، ايه قصه الصوره الجميله اللي وراكوا دي؟ كان في كاتب كتاب، وقعدت اتحايل على محمد طول كاتب الكتاب، يا ابني عايزه اتصور معاك. فجاه وعلى غفله قال لي يلا بقى نتصور، وطلعت. عايز احكي كواليس برضو. قمر. هنا انا كنت متهزق تهزيق حاد انا لا يمكن انسى. كنت جيت متاخر. جيت متاخر وهمشي، كان عندي امتحانات طب اسنان فهمشي، بس هي مناسبه كانت مهمه قوي، بس انا لازم امشي. فحصل نغز كده، نغز في اصول. في اصول. طبعا نقعد قعدنا كاتب الكتاب. كاتب الكتاب طول قوي، طول يعني، حتى انا شكلي مرهق هنا. مرهق ليه؟ منين؟ والله هو انت مرهق. اللي كنت بتكتب الكتاب منين؟ اخر اسئله في الفقره الاولى. الاسئله اللي جايه زي ما يحيى ورانا اسئله التاريخ، والتاريخ هو طعم الجوافه. ايوه بقى. هنبدا بتيم مولا وطنط شيرين. مصر لديها تاريخ طويل وغني بالملوك والحكام. اذكر من كل عصر حاجه. من عصر الفراعنه قول لي ملك. الملك بيبي. من عصر المماليك صلاح الدين الايوبي. من عصر الدوله الحديثه الملك فاروق. الملك فاروق. بس المماليك دي غلط على فكره. ده الايوبي. الايوبي مش محمد علي المملوكي. باشا. لا محمد علي ده باشا. باشا مملوك. باشا. مملوك والله. كان مملوك يا جماعه. ازاي كان مملوكه؟ كان مملوك. ده دلع ملك دهشان عندنا. مملوك يا تعالي. مملوك يا جماعه. مملوك. كان مملوك طبعا. ماشي هنعدي. ها إيه؟ ومن عصر جمهوريه مصر العربيه. محمد نجيب. السؤال لتيم يايا، اذكر 5 ملكات تولوا حكم بلاد. في طبعا عندنا حتشبسوت، قلنا كليوباترا ايوه فرتيت. ملكه اليزابيث. بس دي ما حجمتش كتير. 90 سنه. وماري انطوانيت. اخر ملكه لفرنسا. اجابه صحيحه. أيوة. تصفيق يا جماعه للفريقين، تصفيق للفريقين. رجوعا للاسنان، هل محمد عمل اسنان اي حد في العيله؟ لا جامي طبعا، استحاله. بفضل الله اقسم بالله بعالج الناس كلها بالاستشارات التليفونيه. نقف لحد كده. شوف يعني ايه تضغط عليا اخش طب اسنان عشان في الاخر تقول لي تقول جامي. عشان نيجي نسترزق تقول لي جميل. دلوقتي فقره انا مين انا فين. هوصف لهم حد مشهور او مكان معروف وهم محتاجين يخمنوا الاجابه المظبوطه في اقل وقت. وهنبدا بتيم يايا وطنط مروه. انا كوميديان مصري قديم، افلامي كان نصها على اسمي. اسماعيل ياسين. اسماعيل ياسين. صح. فيلم قديم كنت بحكي قصه حياه ام كلثوم، اسمي ايه؟ ام كلثوم. كوكب ايوه الشرق. كوكب الشرق. كوكب الشرق. كوكب الشرق. اجابه صحيحه. انا فتى الشاشه الاول.
خالد سليم. عماد حمدي. عماد حمدي. اه إجابة صحيحة. المقولة الشهيرة كلهم مصطفى أبو حجر كانت من فيلم إيه؟ كانت من فيلم حب البنات. اسم فيلم اللي اتغنى فيه الدنيا ربيع والجو بديع. أميرة حبي أنا. صح. أنا اللي مثلت أصغر وزيرة في فيلم تيمور وشفيقة. منى زكي. منى زكي. صح. أنا فيلم غنائي مصري الاسم فيه معبد فيه. جحيم في الهند. لا ايه ده؟ طب ارجع كده ارجع كده. في جنينيني يا لا منى جنينيني. خلاص ما قدرتش تمسك نفسها اكتر من كده خلاص. أنا مخرج مصري قديم أخرجت أفلام عظيمة زي المصير. يوسف شاهين. أنا أجدد فيلم مصري بطولة كلب. بحث عن منفذ لخروج السيد رامبو. ايه ده فيلم؟ ده فيلم اللي هو كنا بقول لك اللي هو بطله كلب بلدي مثل قبلي. لو له دوبلير. وآخر سؤال، أنا سيدة الشاشة العربية. فاتن حمامه طبعا. طبعا. إجابة صحيحة. سقفوا لنفسكم يا جماعة. اسهل من السهوله والله العظيم. لا الاجابات متقاربه. شفت بقى؟ طبعا بعد حلقتنا انا وانت يا طنط مروه كل الناس كانت بتقول ان انا اخو يحيى، فعايزين نشيل هذا اللبس ونتكلم عنه. مش اخويا لا. وانا من ساعه الحلقه دي وانت بتحاول تعمل حاجات انا مش فاهمها، اللي هو بتجيلنا البيت كتير، طلعت في البرنامج ده وحاسس ان انت يعني ناقص تاخد مكاني يعني. حبيبي يعني محدش ياخد مكانك، بس برضو اتش يعني ابني. انت ابني حقيقي، بس اتش كمان ابني، فممكن تسمح له. اظن جت اللحظه. ماما لقطه بس. ماما انت بجد جاهز للحظه دي؟ 5 حلقات قاعد ورا الكاميرا. وانت مكانك مش ورا الكاميرا يا اتش، انا بكلمك بجد. اشكرك. انت هنا جيت كلك حضور. كويس ان يايا مشي. ايه ده العظيم بهزر، ده هزار. ما توقعش بين الاخوات. لا ما تقدرش. هم اخوات فعلا ولا ايه؟ هم توأم. طب قبل ما تتعودوا على بعض اكتر وتنسوا ان انا موجود، السؤال الجاي فقره افلام واللي هي نكهه الكوكتيل، والسؤال ده لفريق ماما ايوه. واخويا. قولها. وصاحبي واتش وزميلي واخويا. خلاص واخويا اتش. هنلعب مزاد. مين يقدر يقول اكتر عدد من المسرحيات اللي بتنزل في العيد على التلفزيون؟ 3 4 6 اللي هيقول 7 هديها له. 7 8 9 العيال كبرت. مدرسه مشاغبين كده اوكي. عفروتو تخاريف وجهة نظر ألاباندا. مسرحيات قديمه انا وهو وهي. ماشي. مسرحيه سيدة الجميله. 9 سقفولهم يا جماعه. يا سلام يا سلام يا سلام. ماشي مش هتاخد النقطه غير لما تقول ال10. سك على بناتك سك على ده بناتك. انت مفيش هو ايه حاجه اللي خالص. بيحصل ده يا جدعان؟ عشان كده بعد ال9 دول مفيش حاجه خالص. لا هو يا ماما انا بس عايز عايز اثبت ان هو عايز تثبت ان انت اشطر. لا انك لو قعدت. الواد سيد الشغال ايه في ايه؟ هو انت ماما بتكلميه بالاسلوب ده كده ازاي؟ اخوك برضو. يحيى احنا عيلة. لا كلنا احنا عيلة. لا احنا انتوا اخوات؟ يا عيلتي والله بيهزروا، ده مش هم اخوات. خلاص ارجع يلا مكانك يلا يا حبيبي يلا. يا باشا هو ادمن التفاح، ادمن عصير التفاح. خدها يا بابا. ايوه بقى كده هو الكلام يا عم، البرنامج يرجع زي ما كان. ايه ده؟ ودلوقتي أسئلة العلوم، والعلوم يعني طعم الأناناس. الله. عيب لما تبقوا خايفه من العلوم وانت دكتور معاك يعني. الدكتور محمد نور. وعشان كده هنبدأ بالدكتور. مكان الغدة الدرقية. صح. فاكهة بيستخدموني كفيتامين سي وعلاج للبرد. برتقال. معروف. العضو الذي يتصل بالرئتين بشكل مباشر. البلعوم. البلعوم القصبة الهوائية. القصبة الهوائية. أنا كسبت جايزة نوبل عشان الفيمتو ثانية. زويل. احمد زويل. بيلقبوني بالكوكب الأحمر. المريخ. صح. إحنا مادتين يتكون منهم الماء. هيدروجين واكسجين. هيدروجين واكسجين. صح. أنا اللي بدور حوالين الأرض. انا القمر صح القمر دي. صح يا دكتور القمر. العملية التي تحدث داخل جسمنا لتحويل الطعام إلى طاقة. الهضم. صح. أنا مصدر الطاقة الرئيسي للأرض. الشمس. صح. أنا مادة حالتي الطبيعية سائلة وبيستخدمونوني في الترمومتر. الزئبق. صح. أنا اللي اخترعت اللمبة. 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 مايكل لمبة. توماس اديسون. توماس اديسون. اديسون. سؤال لطنط شيرين. عمر مولا اتكلم معاكي بشخصية جلالة القدر؟ لا ما اتكلمش معايا بشخصية جلالة القدر، لأنه هو لو اتكلم بشخصية جلالة القدر يحصل حاجة. بس هي بتتظلم بقى في الشخصية بتاعت لما بعمل فيديوهات الأمهات دي بتتظلم هي. الناس كلها بتفتكرني إن أنا شخصية الأم اللي هو بيعملها أماني والحاجات دي. بتتكلمي كده. طب قولي عبد الرحمن كده. عبد الرحمن عادي خالص. عبد الرحمن دي جت منين؟
اتظلمت دراميا، المنطقه الدراميه ظلمت. هو لما بيتريق عليا مستحيل ولا اقدر والله العظيم. يا ما تحلفش طب. لو انا عملت طلع مني فعل زي كده اتصعق. ده الشر عليك. والاسئله الجايه هي عن الثقافه العامه والترندات اللي هي طعم البرتقال. رقصه شاميه تقليديه، انا مين؟ شاورما. الدبكه. شاورما الدبكه يا الدبكة. ابني. انا اقسم بالله سمعتها اكله. سمعتها اكله. اكله سعوديه بتتكون من رز ولحمه. لا كبسة. انت اشطر واحده بتعملها. اشطر واحده بتعملها صح لو انا لما بتسلق بتجمد. البيض. انا عمله اليابان. ين. صح. كانوا بيستخدموني قبل الغلايه، قبل الكنكه. براد. صح. ايوه. بيصفوا بيا كتل الدقيق وبيستخدموني في السبوع. المنخل. منخل. صح. من حلويات العيد. كحك. ما كملش. انا ابلكيشن شقلب العالم بعد 2020. شقلب العالم. شقلب عالم تيك توك. السوشيال. صح. زهره لوني ابيض. صباح الفل عليك يا فل. صباح الفل والياسمين الفل. الياسمين. انا اكله ريحتها قويه جدا وليا اوقات معينه للاكل في السنه. في السنه في السيخ. فسيخ. شم النسيم. سقفوا لنفسكم يا جماعه. لا احنا مش معقول مش معقول. مش عارف احنا مثقفين ولا ايه، الاسئله سهله. الفقره دي هايله. طنط شيرين، محمد وهو صغير هل ليه اي قصص او حركات غريبه كان بيعملها وهو طفل؟ مفيش غير الحركات الغريبه كمان. محمد في دولابه القديم كان كاتب بقى قصيده كده ان هو بيشتكي مني. امي ظلمتني، انا محبوس في البيت بقالي شهور، الراجل اللي اشترى البيت قال ده معتقل هنا. بس انا ما كنتش كاتبها، انا كنت حافرها بسكين. يا روحي. اعتقد كنت كاتب كده عشان كنت كان حفلة في- سقط وعنده ملحق يعني. لا إيه طب يا هو محمد كان تاني. لا انا فاكر كويس قوي، احنا عندنا حفله سنويه في المدرسه اسمها الكرمس، فانا كنت متعاقب من النزول فيه. وقبل ما اقول النتيجه ما تنسوش تعملوا لايك. وشير. وسبسكرايب. فعلوا زر الجرس. نتيجه البرنامج النهارده مفاجاه، وانا لما بقول مفاجاه هم اللي كسبوا. لا 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 لا. الفائز معانا النهارده هو تيم يايا وطنط. بص حبيبي معلش يعني هم مره واحنا مره، ما فيهاش حاجه معلش. ايه ده؟ النهارده انا نازل مش كاننا كنا في تصوير، احنا كنا كاننا في عزومه اسريه جميله محلاه بالعصير البيت. وهو ده برنامج تحدي بيت. ورفعت الجلسه.